أهلا بيكم في قناة كادر 5 في 5. لو بتحب الأكشن اللي يخليك تعيش كل لحظة وتفضل متوتر ومشدود من أول ثانية لآخر ثانية، الفيديو ده ليك. النهاردة هنعرض لك أقوى 5 أفلام أكشن في آخر 20 سنة. أفلام مش بس فيها مطاردات ومعارك، لكن كمان قصص قوية وواقعية تخليك تحس بالإثارة والتشويق على طول. هتشوف عد لأننا هنبدأ العد من المركز الخامس للأول، وأكشن من نوع تاني. ثانياً، المركز الخامس، كاسينو رويال 2006. البطولة دانيال كريغ، إيفا جرين، مادز ميكلسن. الإخراج مارتن كامبل. الإيرادات وترتيب البوكس أوفيس 616 مليون عالمياً. المركز الأول في شباك التذاكر الأمريكي أسبوع الإصدار الأول. تقييم IMDb 8.0. تقييم الجمهور 94% على روتن توميتوز. بيحكي عن في أول ظهور له كجيمس بوند، يكلف العميل 007 دانيال كريغ بمهمة لتعقب ممول إرهابي يدعى لوكي. تبدأ الأحداث بمباراة بوكر عالية المخاطر في كاسينو رويال في مونتينيغرو، حيث يتعين على بوند الفوز لتدمير شبكة الإرهاب المالية. خلال المهمة يقع بوند في حب فيسبرلاند، ويكتشف خيانة داخلية تهدد حياته وحياة من يحب. الفيلم مليء مطاردات، أكشن واقعي، ومشاهد توتر مستمرة. Something wrong? We can't stay here. It's not safe. المركز الرابع The Bourne Identity 2002. البطولة مات دايمون، فرانكا بوتشيلي، كريستو فالتز. الإخراج داغ ليمان. الإيرادات وترتيب البوكس أوفيس 214 مليون دولار عالمياً. المركز الثاني في شباك التذاكر الأمريكي أسبوع الإصدار الأول. تقييم IMDb 7.9. تقييم الجمهور 93% على روتن توميتوز. بيحكي عن يستيقظ جيسون بورن على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط دون أي ذاكرة عن هويته أو ماضيه. بعد محاولة اغتيال، ينطلق بورن في رحلة لاكتشاف هويته الحقيقية، بينما يطارده عملاء الوكالة الاستخبارات المركزية. الفيلم مليان مطاردات سيارات، معارك شوارع، مشاهد تسلل، ومطاردات شيقة، وكل مشهد أكشن محسوب بدقة ليعطي شعور حقيقي بالإثارة. المركز الثالث، جون ويك 2014. البطولة كيانو ريفز، مايكل نيكفيست، أليكسا بيمي. الإخراج تشاد ستاهيلسكي. الإيرادات وترتيب البوكس أوفيس 86 مليون عالمياً. المركز الثالث في شباك التذاكر الأمريكي أسبوع الإصدار الأول. تقييم IMDb 7.4. تقييم الجمهور 87% على روتن توميتوز. بيحكي عن جون ويك، كيانو ريفز، ضابط سابق في عصابات القتلة. بعد فقدان زوجته وحيواناته الأليفة، يدخل في رحلة انتقام شرسة ضد العصابة اللي سرقت منه كل شيء. الفيلم مليان مشاهد قتال دقيقة ومطاردات سيارات مذهلة، مع أسلوب تصوير ديناميكي يعطي إحساس واقعي بكل ضربة ومواجهة. كل مشهد أكشن محسوب بعناية ليخلي المشاهد مشدود من البداية للنهاية. Maybe we need to reconsider that. المركز الأول، Mission Impossible Fallout 2018. البطولة توم كروز، هنري كافيل، ريبكا فيرغسون. الإخراج كريستوفر ماكوين. الإيرادات وترتيب البوكس أوفيس 791 مليون عالمياً. المركز الأول في شباك التذاكر الأمريكي أسبوع الإصدار الأول. تقييم IMDb 7.7 على 10. تقييم الجمهور 97% على روتن توميتوز. بيحكي عن إيثان هانت، توم كروز وفريقه في مهمة لاستعادة مواد نووية مسروقة،
لكن الأمور تتعقد عندما يتعين عليهم التعامل مع منظمة إرهابية تعرف باسم الآية. الفيلم مليان مشاهد أكشن مذهلة، مطاردات بالدراجات النارية، معارك في السماء، قتال يدوي متقن، ومشاهد مثيرة على أسطح المباني. توم كروز نفذ معظم مشاهد الأكشن بنفسه بدون بدل، مما أضاف واقعية وإثارة لكل مشهد. القصة مركزة على البقاء، الانتصار على المستحيل، وحماية العالم من تهديد كارثي. كل الأفلام الحلوة اللي شفتها معانا تقدر تحملها برابط موجود في الوصف. كل اللي عليك تدوس على الرابط وتعمل تخطي وتحمل الفيلم. ما تنساش دعمنا باللايك والاشتراك علشان نستمر.